يا ترى إيه سر الفيديوهات اللي عن القطط المنتشرة جدا اليومين دول؟ فيديوهات غريبة مفبركة بتحرجهم وبتضحك الناس عليهم. بس محدش يعرف إن ورا كل فيديو في قلب بيتكسر. القطة كيتي كانت قطة مختلفة، قطة طيبة، ست بيت هادية عايشة مع جوزها وبنتها الصغيرة حياة بسيطة بس كلها حب. بتحب تشارك لحظاتها على النت زي أي حد فينا، صورة مع بنتها وهي بتاكل، فيديو وهي بترقص في المطبخ، لقطة من عيد ميلادها. كانت بتحب تشارك الفرحة وتحس إن الناس حاسين بيها. بس اللي حصل كان صدمة. يوم صحيت من النوم، مسكت موبايلها كعادتها، فتحت الإنترنت، فجأة وشها اتجمد. فيديوهات عنها بس مش ليها، شكلها بس مش تصرفاتها، لقطات بتظهرها في أوضاع محرجة، حاجات مخجلة كلها مفبركة. والناس بتضحك بتسخر وبتشارك. كيتي بدأت تعيط، كانت بتقول بصوت مخنوق: إزاي؟ مين اللي عمل كده؟ نزلت المطبخ بتحضر فطار لبنتها، بس دموعها نازلة في الأكل من غير ما تحس. حاولت تضحك تخبي، لكنها كانت منهارة من جوه. جوزها لاحظ، قرب منها وقال: مالك؟ ورته الموبايل والدموع مغرقاها. قال لها وهو بيحضنها: إحنا وراكي ومش لوحدك. دخلت حسابها لقت الدنيا مقلوبة، نص الناس بتهاجمها بتشتم، والباقي مش مصدق وبيسأل: هو ده حقيقي؟ بدأت تركز تدقق في فيديو واضح فيه مطبخ بيتهم. بدأت تسأل نفسها: مين دخل؟ مين سرق الصور؟ وافتكرت جارتها، اسمها كارما، قطة رمادية لابسة شيك دايما ودايما بتضحك، بس في ضحكتها حاجة مش مريحة. كيتي سألتها: شفت اللي بيحصل على النت؟ ردت كارما بابتسامة مصطنعة: ده شيء فظيع يا حبيبتي، قلبي معاكي. بس نظرة عينيها كانت بتقول غير كده. بعد كام يوم كانوا قاعدين في الجنينة في تجمع بسيط. كارما قالت كلمة عن كيتي، بس الكلمة دي كانت معلومة محدش يعرفها غير كيتي ونفسها. كيتي وقتها قالت في عقلها: هي عرفت ده منين؟ أنا ما قلتوش لحد ولا حتى نشرته. استنوا القصة الكاملة على قناة ماجيك كيدزو، اشترك دلوقتي علشان ما يفوتكمش الحقيقة.